لما بتعمل العمليه دي الكواليتي اوف لايف بتاعك بيتغير. طب ازاي نعالج الترهلات دي؟ كل واحد فيهم كان شغال سيبريت، كل واحد كان في طريق بتعمل عمليه والقصه انتهت. المتابعه بتاعت عمليات السمنه زمان، اول ما بدات جراحات السمنه او لما جيت انا اشتغل جراحات سمنه، لقيت انه انت دلوقتي حالا جراح بتعمل عمليه والقصه انتهت. وكان في تضارب ما بين دكاتره التغذيه وجراحين السمنه. جراح السمنه شايف انا دوري اساعد المريض واخليه يخس، ودكتور التغذيه شايف انا المفروض اظبط العيان اكله واخليه يخس. كل واحد فيهم كان شغال سيبريت، كل واحد كان في طريق. بدات افكر طب ليه ما يبقاش في دكتور تغذيه ده موجود في السيستم او في التيم بتاعك، عشان خاطر انتوا يبقى في هارموني ما بينكم. انا عايز اقول اعمل عمليه بطريقه معينه وادي العيان انستراكشنز معينه، دكتور التغذيه هيساعدني انه يعلمه اكله وشربه والكلام ده كله، فنوصل لنتيجه كويسه. فبدات القصه من دكتور تغذيه واحد موجود في التيم يبقى معايا، كانت ساعتها دكتوره اللي بدات معايا، وصلنا لاكتر من 10 او 11 دكتور في التيم دوت عشان خاطر نقدر نكمل. مش كده بس، لقيت انه في حاجه مهمه قوي مش موجوده. الحاجه دي ايه؟ انا بقول للمريض تعليمات معينه، او دكتور التغذيه بيقول له المريض ده ما بينفذش التعليمات قوي. طب الجاب ده كان فين؟ الجاب ده كان في تعديل السلوك اللي المفروض يعمله. انا المفروض لما اقول لك حاجه اساعدك كمان تنفذها. عشان كده ضفنا للتيم هيلث كوتش. هيلث كوتش ده حد دوره انه يساعدك انك تنفذ التعليمات اللي احنا بنقولها. لقينا انه بعد العمليه بيحصل مشكله عند اغلب الناس، وهي الوزن الكتير لما بينزل بيبتدي يحصل ترهلات. طب ازاي نعالج الترهلات دي؟ عملنا حاجتين في التيم بتاعنا. اولا خلينا في كوتش مدرب بيقول التمارين الرياضيه وبيفوكس معاك على البروجرام او البلان اللي انت تقدر تنفذه في البيت او في الجيم، حسب كل واحد حسب المكان اللي هو فيه. كمان النقطه الثانيه في موضوع الترهلات هي الجلسات اللي ممكن تتعمل. الجلسات دي قدرنا نوفرها عشان خاطر لو مريض عنده نسبه ترهل معينه ومحتاج الجلسات دي تبقى موجوده وتساعده، عشان نوصل لمعادله اللي هي ايه؟ انا عايز اخس بسعاده، عايز اخس بصحه، عايز اخس بدون مشاكل او ترهلات، عايز اخس واتعلم احافظ على النزول على المدى البعيد. كل الفريق ده مش بس متاح معاك في العياده، لكن الفريق ده كله متاح معاك اونلاين، عشان خاطر الناس اللي بتسافر او بتعمل العمليه وتسافر احنا مهتمين جدا ان هم يعملوا المتابعه بتاعتهم بعد العمليه. فالفريق كله تقدر تتابع معاه بعد العمليه عن طريق يا اما فيديو كولز، يا اما عن طريق الموبايل اب، يا اما عن طريق الجروب الواتساب اللي بيتابع معاك 24 ساعه في اليوم، فتقدر تحس ان انت عندك فولو اب طول الوقت، انت مش لوحدك في اي وقت من الاوقات. وبالتالي ده بيساعدك جدا ان انت تحافظ على النزول اللي انت عملته او المتابعه بتاعتك اللي بعد العمليه.